أيها السادة من القاهرة، لكم التحية وإليكم نشرة الأخبار. نبدأها بأبرز العناوين. طوارئ في الأهلي استعدادا لمواجهة الحسم أمام صن داونز. بيراميدز يضع اللمسات النهائية على خطة العبور لنهائي أفريقيا. بعد تعادل أرسنال نقطة واحدة تفصل ليفربول عن حسم لقب الدوري الإنجليزي. من العناوين إلى التفاصيل مشاهدينا الكرام. رفع الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني حالة الطوارئ عقب دخوله معسكرا مغلقا أمس استعدادا لمواجهة صن داونز غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. كثف المدير الفني من جلساته التحفيزية مع اللاعبين لتجهيزهم جيدا للمباراة الحاسمة التي ستكون بحضور الساعة الكاملة لاستاد القاهرة بعد حصول النادي على الموافقات الرسمية بتواجد 52 ألف مشجع لمؤازرة الأهلي في المواجهة. يخوض الأهلي تدريباته اليوم على استاد القاهرة بناء على فرمان مارسيل كولر لتعويد اللاعبين على أرضية الملعب وكسر حالة الملل من كثرة التدريبات على ملعب مختار التتش. يعقد مارسيل كولر المدير الفني ومحمد الشناوي حارس المرمى مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم للحديث عن اللقاء، وسيقام أيضا في نفس اليوم الاجتماع الفني بحضور مندوبين من النادي للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة. وعلى الجانب الآخر مشاهدينا، رفع فريق بيراميدز شعار التحدي قبل المواجهة الحاسمة أمام فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء الغد على ملعب الدفاع الجوي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، حيث يسعى الفريق السماوي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى نهائي دوري الأبطال. وشهدت تحضيرات المباراة لبيراميدز التركيز على الجوانب الفنية التي يرغب المدير الفني في تنفيذها خلال اللقاء، بجانب تصويب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل السلبي. يأمل بيراميدز في الدخول التاريخ من أوسع أبوابه بتحقيق أول تأهل له لنهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد إنجازه السابق ببلوغه نهائي الكونفدرالية مرتين دون تتويج. أدى محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة رفقة أحمد حمدي خلال ميران أمس الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري العام المصري. وخضع محمود جهاد لبرنامج تدريبي خاضع على هامش الميران لتجهيزه من الناحية البدنية بالشكل الأمثل دون المشاركة في التقسيمة الفنية. يستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الفوز على مودرن سبورت بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء على ملعب البنك الأهلي باستاد السلام مرة أخرى لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة. وفي نفس السياق تعادل الإسماعيلي مع ضيفه طلائع الجيش بدون أهداف في المواجهة التي أقيمت أمس على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن جولة الذهاب بدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر. يلتقي الفريقان في جولة الإياب على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة يوم 20 مايو المقبل. وكان إنبي قد افتتح منافسات ربع النهائي بالفوز في جولة الذهاب على حساب ضيفه حرس الحدود بثنائية دون رد أول أمس الثلاثاء. وتختتم مرحلة الذهاب لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة عاصمة مصر بإقامة مباراة سيراميكا وبتروجيت 7 مساء اليوم باستاد المقاولون العرب.
بات ليفربول قريبا أكثر من أي وقت مضى من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج بعدما تلقى هدية جديدة من ملاحقه المباشر أرسنال مساء أمس. أهدر أرسنال فوزا في المتناول وتعادل مع ضيفه كريستال بالاس بهدفين لكل منهما ضمن الجولة 34 من المسابقة، وبهذا التعادل رفع أرسنال رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن المتصدر ليفربول، علما بأنه تتبقى 4 مباريات فقط لأرسنال هذا الموسم، ويكفي ليفربول حصد نقطة واحدة فقط من مبارياته الخمسة المتبقية ليتوج بطلا للدوري الإنجليزي للمرة العشرين ليعادل الرقم القياسي لغريمه مانشستر يونايتد. وقد يحسم الريدز اللقب يوم الأحد المقبل في حال تعادله على الأقل مع توتنهام هوتسبير. في المقابل ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 45 نقطة في المركز الثاني عشر. حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا على مضيفه ختافي بهدف نظيف مساء أمس ضمن الجولة 33 من الليغا على ملعب كولسيوم، وسجل التركي الشاب أردا جولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 ليرفع الميرينجي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، وتجمد رصيد ختافي في المقابل عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر. أنهى ميلان حلم غريمه التقليدي إنتر في تحقيق ثلاثية هذا الموسم بعدما أطاح به من بطولة كأس إيطاليا بنتيجة 3-0. وأقيمت مباراة إنتر ضد ميلان في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا لموسم 2024-2025، وكان لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتأهل ميلان للمباراة النهائية بفوزه 4-1 في مجموع المباراتين، وينتظر ميلان الفائز من مباراة بولونيا وإمبولي حيث كان الأول قد وضع قدمه في النهائي بفوزه 3-0 في مباراة الذهاب. مشاهدينا في كل مكان، أخبارنا الرياضية انتهت، والآن تذكير بأبرز العناوين. طوارئ في الأهلي استعدادا لمواجهة الحسم أمام صن داونز. بيراميدز يضع اللمسات النهائية على خطة العبور لنهائي أفريقيا. بعد تعادل أرسنال نقطة واحدة تفصل ليفربول عن حسم لقب الدوري الإنجليزي. مشاهدينا في كل مكان، إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا الرياضية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.